دنيا باطمة تتخلف عن سهرة بطنجة خوفا من الاعتقال. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. علم من مصادر خاصة أن عددا من الأسباب تقف وراء تخلف المغنية دنيا باطمة عن حضورها للسهرة الفنية التي كانت مبرمجة ليلة الأحد ضمن احتفالات إحدى الوحدات الفندقية الكبرى بمنطقة ملاباطة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، بينها تخوفها من إلقاء القبض عليها من قبل عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن طنجة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه وفي مقابل ذلك وتفاديا لحصول أي إحراج لدى إدارة الفندق أيضا تقرر إلغاء فقرة غناء باطمة والاكتفاء ببقية برامج الحفل بحضور فنانين آخرين، وهو الأمر الذي انزعج منه عدد من زبناء الفندق. وأوضحت مصادر مطلعة أن تخوفا كبيرا حدث لباطمة ومرافقيها إلى مدينة طنجة قبل الدخول في مفاوضات والتوصل إلى حل مع مسؤولي الفندق يقضي بإلغاء حضورها الحفل، والذي يأتي مباشرة عقب قرار غرفة الجنايات بمحكمة النقد بالرباط الذي رفضت فيه طلب النقد الذي تقدم به دفاع الفنانة دنيا باطمة للطعن في حكم الاستئناف الصادر في حقها في يناير 2021. وعليه قررت باطمة قبل يوم واحد من ليلة رأس السنة التخلي عن فكرة المشاركة في إحياء الحفل إلى جانب كل من الفنان موس ماهر والفنان وليد الرحماني. وقبل أيام من حفل باطمة بطنجة كانت الأخيرة قد تفادت الحديث أو الرد بشكل غير مباشر على احتمالية حبسها، وذلك من خلال إطلالة لها بالفيديو تم تشديدها على وضع تاريخ ليلة رأس السنة لإحياء حفل واللقاء بجمهورها بمدينة طنجة. وقد وضعت الوحدة الفندقية بطنجة أيضا لافتات بها صور باطمة والفنانين المشاركين في السهرة تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد أصدرت عام 2020 حكما بالحبس النافذ 8 أشهر في حق دنيا باطمة قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.